صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت تورتة حلوة قوي. من غير دقيق سبونج، بدقيق عادي خالص، دقيق مخبوزات، ومن غير محسن جل. يعني بصراحة سهلة جدا جدا، وكمان مش مكلفة خالص. قبل كده أنا عملت معاكم على القناة كيكة الإسفنجية بدقيق السبونج، ودلوقتي عملتها معاكم من غير دقيق سبونج خالص، من غير محسن. كلها بإذن الله حاجات سهلة وموجودة في البيت، ويا رب تعجبكم. هي حقيقي بسيطة، بس علشان لو احنا حابين، لو في ناس مبتدئة تحس ان الموضوع سهل وبسيط، وممكن كمان نعمله بطريقة وبصورة سهلة. يلا نشوف هنعمل التورتة الحلوة البسيطة دي ازاي. معايا هنا 6 حبات بيض، ومعايا كوباية سكر. هبتدي كده على طول. انا جريته شوية علشان مش عايزة اطول عليكم. هبتدي اضرب كده على سرعة عالية، وهنزل بالسكر تدريجي. الضرب بالمضرب هيكون اسهل لينا اكيد، ومش هينفع المضرب العادي اليدوي. الضرب ده هيستمر من 10 ل 12 دقيقة، او 10 دقايق كفاية هتوصلنا للنتيجة المطلوبة دي. هنا انا نزلت بالفانيليا، نزلت بمعلقتين خل ابيض، وكمان شايفين طبعا عمل لنا الكميات ضعفت كتير، وملت البولة بحالها. هنا انا معايا صينية مقاس 26، غلفتها بالزبدة، بالزيت، باللي احنا عايزينه، وكمان بالورق الزبدة. وهنا معايا كوباية ونص دقيق، انا كنت نخلاها ونخلتها كمان مرة. هنا انا هشيل معلقتين دقيق وهستبدلهم بمعلقتين كاكاو جيد، كاكاو اسباني جيد. هنا بالراحة خالص وانا بنزل بالدقيق، علشان مش عايزة اخرج الهواء. لازم احتفظ بكمية الهواء اللي موجودة جواه، وده سبب اساسي في نجاح الكيكة الاسفنجية معايا. هنا انا هنزل بعد طبعا ما خلطت الدقيق بالمكونات بتاعتي، هنزل كده بالعجينة بتاعتي او مكونات الكيكة جوه الصينية. هنا معايا معلقة سكر ابيض، معايا نص معلقة صغيرة كاكاو، معايا كوباية كريم شانتيه، معايا نص كوباية مية بتلج. عايزين نخليها لبن مفيش مشكلة، يبقى كوباية كريم شانتيه، معلقة واحدة سكر بودرة، نص معلقة صغيرة كاكاو، ونص كوباية مية بتلج. ده علشان اعمل الكريم شانتيه. تمام. هضربه بقى كويس برضو، وهيبقى بالصورة دي. انا حبيت الفيديو يبقى بسيط وسهل عليكم، ما يبقاش طويل. ودي الكيكة بتاعتي بعد ما خرجت كده ما شاء الله من الفرن، كانت هايلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. يعني انا اقدر اعملها بدقيق الاسبونج، وده موجود عندكم وهنزل لكم اللينك، واقدر كمان اعملها بالدقيق العادي. بس الفكرة ان لازم يكون عندي مضرب كهرباء. هنا انا كان ينفع اقسمها على 3 طبقات، بس انا اكتفيت بطبقتين 2. ودلوقتي انا هنزل بالكريم شانتيه بتاعي، علشان انا يعني هقسمه. مش هقسمه، هعمله في النص، كفاية طبقة واحدة بس. وهسويه كده بطريقة بسيطة وسهلة جدا، يعني اي بنوتة، اي حد لسه داخل المطبخ جديد يقدر يعمله كده. انا هسويها الجزء التاني علشان تبقى مظبوطة عليها، وهسويها من الحروف كده، وهدخلها الفريزر لمدة ساعة. وعلى فكرة انا كنت مستعجلة، مش كفاية ساعة، مش هينفع التلاجة، الفريزر. كده بعد ما قعدت ساعة بالظبط. ده بقى الحاجة الجديدة، انا قبل كده لما عملتها معاكم مقسمتهاش طبعا، زوقتها وهي متساوية، ما قطعتهاش. المرة دي كده انا هقطعها، ولازم كل مرة اقطع بيها انضف السكينة بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. دول حوالي 200 جرام شوكولاتة. في بقى ملاحظة هنا، أنا غلفتها بالشوكولاتة من بره، بس ال 200 جرام مش كفاية. المفروض إنك
الكمية دي كانت تبقى أكتر، كانت 300 جرام عشان تتغطى تغطية كاملة، بس أنا برضو اكتفيت بكده. أنا مش عايزة شوكولاتة كتير لأن مش عايزين يعني سعرات حرارية أكتر ووزن زيادة وكده. فدي هنا اتغلفت وبصورة بسيطة وسهلة وكمان كانت لطيفة. اللي عايز يغلفها تغليف كامل يبقى لازم 300 جرام شوكولاتة، هزودهم ب4 معالق زيت أو 3. أنا هنا ال200 جرام دول ضفت لهم معلقتين زيت نوعه جيد، وفكتها طبعا على حمام مية دافي لغاية ما الشوكولاتة اتفكت كده وبقت سهلة ان انا استخدمها. هنا انا هاخد على كل جزء كده معلقتين او 3 لغاية ما اغلف الجزء ده. التزيين ده حاجة ترجع لك، لو حابة تزينيها وهي كاملة من غير ما تتقطع مفيش مشكلة، بس انا عملتها قبل كده زي ما قلتلكوا، فانا حبيت المرة دي اغير الفكرة وازينها وهي متقطعة قطع كده. حقيقي وصفة بسيطة جدا من دقيق عادي ما فيهوش محسن، كل اللي بنحتاج له البيض، الفانيليا، السكر، مش اكتر من كده، ومعلقتين خل ابيض لانه جيد جدا في رفع الكيك والمعجنات. هغطيها كده كل قطعة بقدر الامكان، وزي ما قلت لكم لو حابين تغطية كاملة هنزود كمية الشوكولاتة بتاعتي. دي شوكولاتة خام دارك غامقة يعني، النوع اللي بتفضليه استخدميه، بس طبعا لو حابة زي ما قلتلك تزودي زودي. من فوق بقى لو عندك كريز، لو عايزة تزيني بباقي الكريم شانتيه، لو عايزة شوكولاتة مبشورة. هنا لو برضو لو مكسرات، انا كان عندي كده سوداني، هبتدي ازين الحروف بس. وصفة سهلة سهلة جدا بسيطة، ما كلفتنيش كتير، بالعكس انا لو اشتريت التورتة دي من بره هتكلفني كتير. اتمنى ان كنتوا تجربوها، ولو عجبتكم يا ريت تقولولي في التعليقات، وكمان لو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا ويا ريت تفعلوا الجرس، ويا ريت تقولولي هل القناة عجباكم ولا لا. يا رب تعجبكم، يا رب وصفاتي تعجبكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم ومحتوى لطيف على قلبكم. حقيقي كانت هايلة جدا وبسيطة خالص، اتمنى ان هي تعجبكم، وكانت هشة جدا ما شاء الله وعالية. يلا باي باي.